سألت نفسك قبل كده ايه اول حاجة خلصت في العاصمة؟ اكيد هيجي في بالك القصر الجمهوري؟ لا. المحاكم؟ لا. حكومة؟ لا. معاكم المعماري محمد حمادة، والنهاردة هنعرف الإجابة عن السؤال ده. على نفس المحور اللي عليه مجلس الشعب والحي الحكومي وحي المال والأعمال، هنلاقي في النص ما بينهم مدينة الفنون والثقافة. المدينة دي بتتكون من 3 مباني، الأول المتحف، التاني دار الأوبرا الجديدة، التالت المكتبة. وخلينا نبدأ بالمتحف. المتحف ده بيتكلم بشكل رئيسي عن تاريخ عواصم مصر من المصريين القدماء لحد العاصمة الإدارية الجديدة، وهيركز على منفس، طيبة، تل العبارنة، اسكندرية، القاهرة الإسلامية، القاهرة الخديوية. والمتحف والمكتبة تقريبا تصميمهم شبه بعض، نلاقي إن في جناحين يمين وشمال على الطراز الكلاسيكي، وفي النص كتلة من الإزاز الأزرق. ده بيدي حاجة اسمها كونتراست في التصميم، يعني حاجتين عكس بعض. ده المفروض إنه بيخلي التصميم يقوى وشخصيته تبان أكتر. والكونتراست هنا في الزمن ما بين الماضي والحاضر. ومن قدام الأوبرا بيعدي المونوريل. هو إيه المونوريل ده يا معماري؟ معلومة، ريل هو يعني قضيب قطار، ومونو يعني واحد، يعني المترو اللي بيمشي على قضيب قطر واحد. طب المونوريل ده جاي منين وراح على فين؟ حلو السؤال ده، لأن إجابته هتفهمنا إزاي تم ربط العاصمة الجديدة بالقاهرة. لو بصينا على موقع العاصمة الجغرافي هنلاقي إن هي شرق القاهرة الجديدة وغرب خليج السويس، ومن الشمال طريق القاهرة إسماعيلية والقاهرة السويس، ومن الجنوب طريق القاهرة العين السخنة. فطريق القاهرة إسماعيلية هنلاقي إن في قطار خفيف اتعمل جديد اسمه LRT، بيبدأ من محطة عدلي منصور وبيوصل لحد العاصمة. وعشان توصل لمحطة عدلي منصور تركب أي خط مترو ويوصل لمصر الجديدة، ومن هناك هتوصل للعاصمة. ولو بصينا على تصميم محطة عدلي منصور هنلاقي إن المحطة من جوه فيها أعمدة لوتس مستوحاة من العمارة المصرية القديمة، وشايلة سقف كبير جدا. السقف ده هنلاقي نصه تقريبا منور والنص التاني معتم، يعني ما بيدخلش إضاءة. وده قرار تصميمي موفق. ليه بقى؟ عشان هيتيح للمبنى الإضاءة الطبيعية أثناء ساعات سطوع الشمس، هيؤدي لتوفير الطاقة المستخدمة في الإضاءة. الحلقة دي برعاية إذا كان هدفك هو تصميم مبنى بشكل مختلف ومبدع مما يترتب عليه سهولة البيع والتنفيذ، إذا فلتكن وجهتك DFA للتصميمات المعمارية ودع طموحاتك العقارية لنا. للتواصل معنا عبر منصات التواصل الاجتماعي بادر بالدخول على إنستغرام أو فيسبوك وابحث عن Design Firm Associates Architecture for Humanity. لو رجعنا لخريطة العاصمة هنلاقي إن جنوبها طريق القاهرة العين السخنة، وهنلاقي في الطريق ده بيتعمل قطار سريع اللي هيربط شرق وغرب مصر لأول مرة. خط القطار السريع ده هيبدأ من ميناء عين السخنة في الشرق على خليج السويس، ويوصل للعاصمة الإدارية، ويمر بالقاهرة الجديدة، ويعدي على جنوب القاهرة، ويطلع لمدينة 6 أكتوبر، ومنها على اسكندرية ومدينة العالمين ومرسى مطروح. يعني ربطنا من العين السخنة لحد مرسى مطروح. وخط القطر ده هيتيح الوصول للعاصمة بسهولة لو انت جاي من غرب القاهرة. في نفس الوقت هيسمح بنقل البضائع من الميناء، من ميناء السخنة لميناء الاسكندرية، وهيسمح لنقل السياح من الغردقة والجونة في المستقبل للعلمين الجديدة والعكس. وصول العاصمة مش هيكون عن طريق القطر الخفيف اللي موجود في شمالها بس، ولا عن طريق القطر السريع اللي في جنوبها بس، لكن تقدر توصلها كمان عن طريق المونوريل. هيكون بيبدأ من اكتوبر وبيوصل للجيزة، ومنها لاستاد القاهرة، ومن هناك للقاهرة الجديدة وللعاصمة بعدها. فهيكون الوصول للعاصمة عن طريق المواصلات من خلال 3 طرق، الشمال بالقطر الخفيف، وفي الوسط من خلال المونوريل، ومن الجنوب من خلال القطر السريع. وبالعربية تقدر توصلها من خلال الدائري الأوسطي اللي هيجيبك من حلوان أو 6 أكتوبر لهناك، أو من ترعة إسماعيلية والعبور والشروق. وممكن كمان من خلال الدائري الإقليمي اللي يقدر يجيبك من بنها للعاصمة بشكل مباشر، وكمان يقدر يجيبك من طريق الصعيد الشرقي للعاصمة برضه بشكل مباشر، وكمان تقدر توصلها عن طريق السويس والسخنة بشكل مباشر. على مدار ال10 حلقات اللي فاتوا اتكلمنا عن كل حاجة تخص العاصمة. شرحنا ليه مصر
مصر محتاجه عاصمه جديده، وشفنا مين عمل عواصم جديده زينا، وعرفنا الخواجه اللي كان هيصمم العاصمه ومين اللي صممها بعديه، وايه اللي اتنفذ من التصميم ده واللي ما اتنفذش، وايه كان الفكر اللي ورا التصميم، وعرفنا ليه الحي الحكومي اتصمم كده، وليه هويه القصر الجمهوري شكلها كده، وليه ساحه الشعب ومجلس الشعب تصميمهم بالشكل ده، وعرفنا ازاي مسجد مصر تحاور مع القاهره القديمه بتصميمه، وشفنا النهر الاخضر والبرج الايقوني. وبعد كل اللي عرفناه ده عن العاصمه الاداريه الجديده من وجهه نظر المعماريه، قولوا لي ايه رايكم في تصميم عاصمه مصر الجديده؟ ولو عجبتكم الحلقات واستفدتوا منها ما تنسوش الشير واللايك، ولو مختلف معايا في الراي يا ريت تكتب لي في الكومنتس، وما تنساش تعمل لنا لايك